أسعد الله مساءكم جميع الأخوة والأخوات اللي دخلوا معانا اللايف. نقلا عن وكالة رويترز، وليس حديثي أنا، نقلا عن وسالة رويترز عن مسؤول رفيع: الكرد السوريون يستعدون للمطالبة بنظام فيدرالي في سوريا بعد الأسد يسمح بالحكم الذاتي الإقليمي وقوات أمن محلية. رويتر عن مصادر كردية: أحزاب كردية سورية متنافسة توصلت الشهر الماضي إلى رؤية سياسية مشتركة للفيدرالية. رويترز عن بدران تشيا كرد المسؤول الرفيع في الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد: جميع الفصائل والأحزاب الكردية اتفقت على رؤية سياسية مشتركة تؤكد على ضرورة وجود نظام فيدرالي تعددي ديمقراطي وبرلماني، وذلك يجب أن ينص عليه في الإطار الدستوري الجديد في سوريا. رويترز عن سليمان أوسو زعيم المجلس الوطني الكردي: نتوقع أن يتم الإعلان عن الرؤية الكردية المشتركة في مؤتمر يعقد بحلول نيسان أبريل. رويترز عن سليمان أوسو زعيم المجلس الوطني الكردي: التطورات التي شهدتها سوريا منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر دفعت العديد من السوريين إلى اعتبار النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل. وذكر من بين هذه التطورات الهجمات على العلويين ورفض الحكم المركزي من قبل الأقلية الدرزية والإعلان الدستوري الجديد للحكومة الذي قالت الإدارة التي يقودها الأكراد أنه يتعارض مع تنوع سوريا. رويترز عن سليمان أوسو زعيم المجلس الوطني الكردي: نحن نؤمن بأن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي، لأن سوريا بلد متعدد الأعراق والديانات والطوائف، وعندما نذهب إلى دمشق سنعرض بالتأكيد وجهة نظرنا ومطلبنا. طبعا ناشر صورته وكالة رويترز للقيادي الكردي بدرخان تشيا كرد: ندعو لنظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي في سوريا. القوى الكردية في سوريا اتفقت حول شكل الحكم الفيدرالي السياسي. أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي فيدرالي في سوريا، وهذا كله موجود على موقع رويترز، وتقدروا أنتم تتأكدوا من المعلومات، ليس من عندي أنا. هنا أنقل من وكالة أخبار عالمية مثل وكالة رويترز التي يكون فيها الأخبار دائما دقيقة جدا بنسبة قد تصل إلى 100%. ما طلع مرة صدفة رويترز حكت خبر غير صحيح من خلال خبرتي اللي سنوات طويلة جدا يعني، ومنشور فيها كله. طبعا كشف مسؤول في وزارة الدفاع السورية في حكومة الجولاني، كشف مسؤول في وزارة الدفاع السورية بأنه تم تقليص وإخراج الفصائل من منطقة عفرين تمهيدا لتنفيذ اتفاق بين الإدارة الذاتية ودمشق. يعني هناك اتفاق ما بين الإدارة الذاتية ودمشق على إخراج جميع الفصائل اللي موجودة في عفرين بشكل نهائي، كل الفصائل اللي موجودة في عفرين من دون استثناء. جرى تخفيض عدد نقاط التفتيش التابعة للفصائل وانسحبت من عدة مواقع داخل المدينة. الوجود المتبقي للفصائل في المنطقة مؤقت، في لسه وجود لبعض النقاط في الفصائل لكن هو مؤقت، راح يسحبوها كلها. السلطات السورية تسعى لنقل الفصائل من عفرين إلى مواقع عسكرية تعرضت سابقا لغارات جوية من قبل إسرائيل، وهذا خبر هام جدا لأهل عفرين. اقترب موعد تسليم عفرين للأسايش، وأيضا عودة أهالي عفرين كلهم إلى أراضيهم وديارهم كما كان قبل عام 2011. هاي اللي بيسألني على عفرين. طبعا في عندنا الخبر الهام من باكور أيضا، وخبر هام للغاية أيضا. طبعا اليوم كان في اجتماع لدم بارتي مع أردوغان، وهاي لأول مرة بيحصل، منذ فترة طويلة جدا.
السياسي الكردي عبد الرحيم السماوي لروداو: في الشهر القادم سيتم نقل القاضي عبد الله أوجلان من سجن إمرلي إلى الحجز في المنزل. طبعا الحجز في المنزل يعني إقامة جبرية، يكون في يعني حراسة على المنزل، ليس مو واضح بشكل كامل يعني. عبد الرحمن السماوي لروداو: في الشهر القادم سيتم نقل القاضي عبد الله أوجلان من سجن إمرلي إلى الحجز المنزلي. سيتم إطلاق سراح آلاف من المعتقلين الكرد في تركيا. آلاف من المعتقلين السياسيين الكرد في تركيا سيتم إطلاق سراحهم. تركيا تستقبل بالمشروع الكردي في باكور كردستان وروج آفا كردستان تركيا ستقبل بالمشروع الكردي في باكور كردستان وروج آفاي كردستان. تركيا ستقبل بالمشروع الكردي في باكور كردستان وروج آفا كردستان، اثنيناتهم بنفس الوقت يعني. هذا تصريحات عبد الرحيم سماوي لروداو، وأنا نقلت لكم إياه صوت أيضا له، مو تصريحاتي أنا. طبعا الخبر الآخر والهام للغاية هو تستعد القوى السياسية في جنوب كردستان العراق، كردستان باشور، إلى طلب الكونفدرالية من الحكومة العراقية ومقاطعة البرلمان العراقي إلى حل جميع المشاكل العالقة ما بين الحكومة العراقية وخاصة المادة 140 ومشروع أيضا حلبجة كي تكون محافظة رابعة في الإقليم، وهذا مطلب هام للغاية. طبعا حسب القوانين الدولية 4 محافظات يحق لها طلب الكونفدرالية، 4 محافظات يحق لها طلب الكونفدرالية حتى لو ما انضمت كركوك. إذا انضمت كركوك وأطراف الموصل أيضا، هنا راح تكون العملية مختلفة تماما. طبعا الخبر كالآتي، اجتمعت قيادة الأحزاب الكردية، الكتلة الكردستانية بشكل كامل من جميع الأحزاب اللي موجودة في جنوب كردستان، وهددت بمقاطعة البرلمان ما لم يدرج قانون حلبجة على جدول أعمال البرلمان العراقي. وأعلنت الكتلة الكردستانية في مجلس النواب العراقي عزمها مقاطعة الجلسات البرلمانية في حال لم يتم إدراج مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة على جدول أعمال البرلمان العراقي. لكن حسب معلوماتي أيضا تم الاتفاق ما بين الكتلة الكردستانية بشكل كامل بمطالبة الحكومة العراقية بحل مناطق المتنازع عليها في المادة 140 ووضع مدينة كركوك وقانون النفط والغاز، ورفضت أيضا تصدير النفط والغاز عن طريق تركيا ما لم تحل المسائل العالقة كاملة مع البرلمان العراقي. وهي أول خطوة أيضا على طريق تحول كردستان العراق إلى كونفدرالية في المستقبل القريب. طبعا لسه في شغل كتير، وراح يكون في ضربات أمريكية أيضا على الأذرع الإيرانية اللي موجودة في داخل العراق خلال الفترة القليلة القادمة، خصوصا أنه التقارير الاستخباراتية تؤكد بتسليم إيران أسلحة نوعية جديدة للأذرع الشيعية الموجودة داخل العراق. وهذا يعني بأنه إيران سوف تجنح يوم السبت القادم، في عندهم أيضا لقاء مع الأمريكان لبدء مباحثات السلام مع الأمريكيين بموضوع أيضا العودة إلى اتفاق نووي جديد مع إيران واتفاقات على إقليمية أيضا. لكن إيران راح تلعب لعبة خبيثة جدا هنا، وراح تدفع الأذرع الشيعية الموجودة في العراق هي بمحاربة الأمريكان ومحاولة عرقلة الاتفاق أو على الأقل كسب الوقت في هذا الموضوع. وراح نشوف بالفترة القادمة في العراق أيضا مثل ما قلنا لكم تصاعد الحرب الإقليمية، وراح نشوف ضربات إسرائيلية أيضا
على الأذرع الشيعية الموجودة في إيران وفي العراق عفوا، وخصوصا أنه الأذرع الشيعية اليوم أعلنت عن إنشاء كلية حربية جديدة تابعة للحشد الشعبي لتخريج ضباط مدربين للقيام بعمليات ضد القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة كلها، وهذا تطور خطير كبير جدا. وهذا هو دور إيران بالأساس. إيران شلون تخلصت من حزب الله؟ إيران شلون تخلصت من حزب الله، وكيف تخلصت من أذرعها الموجودة في سوريا أيضا؟ سلمتهم للإسرائيليين، وانتهى حزب الله تقريبا عسكريا على الأقل في لبنان. والآن الدور قادم على الأذرع الشيعية الموجودة في العراق. طبعا احنا شايفين تحضيرات الولايات المتحدة الأمريكية لاجتياح اليمن بريا. حدا سمع عن هذا الموضوع؟ في تحضيرات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر أيضا وبعض الدول، وأنا تحدثت قبل شهور عن هاي المسألة، تذكروها. التحضير لاجتياح اليمن بريا. والآن تتم تحضيرات غير معلنة لاجتياح اليمن بريا، ورح نسمعها بوكالات الأخبار خلال الأيام القليلة القادمة. خلال الفترة القادمة أيضا رح نشوف التطورات الجديدة في العراق. أيضا، وبدأ ضرب وإنهاء الأذرع الشيعية في اليمن، وإنهاء الأذرع الشيعية الموجودة في العراق، وطبعا بموافقة ضمنية إيرانية، لكن الإيرانيين راح يشجعوا هؤلاء للحرب لحتى ينتهوا. يعني الإيرانيين راح من تحت لتحت يشجعوا الكتائب الإيرانية اللي موجودة في العراق على أنه تبدأ الحرب. ومثل ما قال السيد مسعود البرزاني أنه حرب كبيرة قادمة في العراق، والحرب الكبيرة القادمة في العراق هي على الأذرع الشيعية الإيرانية الموجودة. ومثل ما قلنا لكم الإيرانيين موافقين تماما على التخلص من جميع الأذرع الإيرانية، ولكن ليس معلن هذا الشيء. يعني مو إنه إيران بدها تطلع وتعلن للعالم كلياته إنه نحن ضد الأذرع الشيعية، لا، راح تدفع الأذرع الشيعية اللي موجودة إنه تحارب إسرائيل وتحارب أمريكا لحتى تنهيهم بشكل نهائي، وتنتهي هاي المعضلة بشكل نهائي. يوم السبت القادم في لقاء ما بين الأمريكان والإيرانيين للاتفاق على شكل إيران الجديد، اللي راح تدخل في مرحلة إيران تقسيم نفسها على شكل كونفدرالي. وأنا قلت لكم إياه، لا يمكن أنه تحصل حرب ما بين إيران وأمريكا. حاكي هذا من فترة طويلة جدا، مو من هلا. وهلا يعني في حشودات وكذا، وكل المحللين الاستراتيجيين اللي بيطلعوا على القنوات التلفزيونية وغيرها والتيك توكيين وغيرها كله يتحدث عن ضربة عسكرية قادمة لإيران. ما في ضربة عسكرية قادمة لإيران. إيران هي عبارة عن أداة منفذة للخطط الأمريكية في المنطقة كلها، وانتهى دورها. وتحدثت عن هذا الموضوع مطولا في فترات طويلة جدا. بدنا نرجع إلى الداخل السوري وحرب النفوذ السياسية. 4 قوى إقليمية الآن ودولية تتصارع على النفوذ داخل سوريا، هي على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وتركيا، وإسرائيل. وأنا بدي أقول كلام ومدركينه تماما الإسرائيليين. أي وجود لتركيا وتهاون بهذا الموضوع في سوريا هو خطر على الوجود الإسرائيلي في المستقبل. حقيقة. وإذا لم تقسم تركيا ولم تقسم إيران، هذا يعني انتهاء الدولة العبرية بشكل كامل في المستقبل، وهي حقيقة. لأنه الأذرع الإسلامية بكل أشكالها الشيعية والسنية ستتصاعد مع الوقت،
وتمتلك أساليب قتالية متطورة أيضا ومتواكبة مع تطور التكنولوجيا، لأنه إحنا بنعرف كل ما زادت قوة التكنولوجيا تجي فترة بيكونوا فيها أقوياء جدا إسرائيل، بعدها يتمكن الكتائب الإسلامية بكل أشكالها سواء كانت حماس ولا الأذرع الشيعية الموجودة في لبنان بالتكيف مع التكنولوجيا الجديدة وابتكار أساليب جديدة للصراع مع إسرائيل، وينجحون حقيقة، ينجحون أيضا في هذا الموضوع. فلذلك أي وجود للأتراك في الحدود السورية هو إنهاء لدولة إسرائيل في المستقبل، وأنا لا أعتقد أن الإسرائيليين أغبياء لهذه الدرجة. الأمر المهم للغاية وجود دولتين كبيرتين كإيران وتركيا هو خطر على مستقبل إسرائيل، هو خطر على مستقبل إسرائيل فعلا. لا بد من الشعوب الأصلية الموجودة في المنطقة أن تأخذ حقوقها السياسية، وهذا هو الضمان الوحيد لبقاء دولة إسرائيل في الشرق الأوسط، هو الضمان الوحيد لبقاء دولة إسرائيل في الشرق الأوسط. لابد من تفكيك إيران وتفكيك تركيا كدولة. أساسا هي دولة مصطنعة، تركيا هي ليست دولة حقيقية لظروف جيوسياسية تبعت بعد الحرب العالمية الأولى تم إنشاء تركيا والموافق عليها من قبل بريطانيا، لكن في حقيقة الأمر هي دولة مصطنعة ليس لها جذور تاريخية كشعوب المنطقة الموجودة. الأمر الهام للغاية واللي أعتقد أن الإسرائيليين أدركوه، إسرائيل لم تنجح بالتطبيع مع أي دولة عربية. طيب السؤال شلون؟ نعم، إسرائيل لم تنجح بالتطبيع مع أي دولة عربية، طبعت مع الحكومات لكن قابلها رفض شعبي بالتطبيع. لا يوجد شعب في الشرق الأوسط كلياته من دول عربية المجاورة لإسرائيل أو دول إسلامية حتى قابل شعبها التطبيع مع إسرائيل. الشعب الوحيد اللي ممكن أنه يطبع مع إسرائيل وما عنده مشكلة مع إسرائيل هو الشعب الكردي، وهي حقيقة شعب تعداده 70 مليون في المنطقة، وهو راح يكون الحدود المجاورة لدولة إسرائيل حقيقي. ما عنده مشكلة مع شعب إسرائيل أبدا، لأنه نحن مشاكلنا مع دول أخرى، دول اللي نحن منها اللي هي هضمت حقوقنا مثل تركيا مثل إيران، الدول الإسلامية ودول عربية، ونحن ما بنخجل من هذا الموضوع. يعني يجي واحد هلا بيقول لي أنت ما أنكم مسلمين ما أنكم كذا، أنت إذا التكفير بإيدك وإذا أنت ماخذ شغل رب العالمين، نعم أنا أكفر فيك وبدينك. إذا أنت اللي قسيم الجنة والنار أنا أكفر بدينك. حلال على كل الدول إلا على الكرد كل شيء حرام، وهذا أمر ما بيهمنا ولا بيخوفنا ولا نخفيه نهائيا. أيضا احنا ما عندنا مشكلة مع حدا، نحن عندنا مشكلة مع حقوقنا القومية، وعندما نأخذ من حقوقنا القومية من العالم كلياته روحوا حلوا مشاكلكم، مو أنتم بتصيحوا فلسطين عربية عربية 24 ساعة وزورتوا التاريخ الإسلامي كلياته وعملتوا تاريخ عربي. فإيش بدكم من الشعوب الثانية معناته اللي هي غير عربية؟ إيش بدكم من الشعوب الثانية كنت توقف معاكم اللي هي غير؟ أساسا هو عصر القوميات إحنا اللي فيه، ليس عصر الأديان. فكل واحد يحل مشاكله لحاله. وإذا امتلكنا هاي العقلية ككرد، إذا امتلكنا نحن هاي العقلية ككرد رح ناخذ دولة غصبا عن رأس الكل. عقلية إنه أنا ما بيهمني حدا غير وطني وقوميتي وبلدي. وطالما في عندنا العقليات الطائفية، أنت يزيدي أنت علوي أنت مسلم أنت كذا أنت صوراني أنت بهديني أنت كرمنجي أنت زازي، أنت اللي عملوه فينا الاستعمار كليات وجابوا لنا كل هاي المفاهيم من قبل 1000 سنة.
وما تخلصنا من هاي الأفكار اللي لازم تعدم. الإعدام الفكري ليس فقط للأحزاب الموجودة حاليا، لا، الإعدام الفكري يجب يكون للأفكار اللي جاءت قبل 1000 عام. إذا قدرت تفصل الدين عن القومية وما تعتبر أنه الدين هو السبب تخلفك في القومية وما هو سبب أنه أنت ما أخذت وطن، شوف التفكير وين يروح. ما راح تعمل وطن. ما لازم تطلع وبتقول أنه الدين هو السبب اللي ما خلى يصير عندي وطن. ليش؟ لأن الدين ما له علاقة. أنت اللي مزجت الدين بالقومية وفضلت الدين على القومية. المشكلة ليس في الدين، المشكلة في عقلك أنت. المشكلة يعني دائما أنا بقولها، المشكلة ليست في الإسلام، المشكلة في المسلمين. المشكلة ليست في أي دين. الأديان كلها جاءت لخير البشرية وتنهى عن الأعمال السيئة والأعمال الشريرة اللي يقوم فيها الإنسان. لكن المشكلة في إيش؟ في الإنسان نفسه وتفسيره للدين. إذا ما عدمنا كل هاي الأفكار القبلية والأفكار الدينية بكل أشكالها والأفكار العشائرية والأفكار الحزبية اللي جاءت قبل 30 سنة 40 سنة اللي دخلت أيضا كلياتها، ما انعدمت الأفكار هاي بشكل نهائي، لن تحصلوا على وطن نهائيا. عندما تنظر إلى اليزيدي على أنه يزيدي، واليزيدي ينظر عليك على أساس أنك أنت مسلم، وينظر العلوي عليك على أساس أنك سني، وأنت تنظر على العلوي على أساس أنه هو علوي كافر، وأنت تنظر إلى الصوراني على أساس أنه لغته مختلفة، والصوراني ينظر إلى الزازائي أنه ما يفهم منه لغته أيضا مختلفة. هو الرسخة كلياته مين؟ الاستعمار اللي استعمر الشعوب الكردية كلها فقسمها على هذا الشكل. وأنت وقعت بالحرب الخاصة اللي تمتد من آلاف السنين عليك. فطالما تملك هذه العقلية وما تخلصت من هذه العقلية ستبقى دائما مستعمر. أنت الأخي اليزيدي 73 فرمان تقول صار عليك، وراح أخذك فقط كمثال. إذا دائما تكون بهاي العقلية وما نبثت عقلية أنه أنا إيش لي علاقة بدين غيري، أنا مهم قوميتي ووطني شو ما كان اسمه، يزيدي خان، كردستان، أنت قبل أنا قبل، هاي خزعبلات. تسمية تتغير مع الوقت، الأعلام تتغير مع الوقت كلياتها. المهم هي الشعوب. كم من دولة غيرت من اسمها، كم من شعب غير من اسمه، كم من شعب غير علمه، كم من دولة غيرت علمها. هذا كله مانو شغلة الكبيرة جدا. بس أنا إذا ما بشوف الإيزيدي أخوي، أنا كمسلم ما بشوف الإيزيدي أخوي وما بيشوفني هو أخوه في الوطن، معتقداته هاي كلياتها بالبيت، كل واحد على دينه الله يعينه، هذا كمثال بينطرح. أنا ما بطلب منك أنك تنفي دينك، وما بطلب منك أنك تكب دينك، لا أبدا. أنا بطلب منك شغلة واحدة فقط، أنه تفصل دينك عن قوميتك، تفصل دينك عن وطنك، وتخلي دينك أنت ما بينك وبين عائلتك، وتخليه كل واحد عنده حرية المعتقد. والمسلم كمان ينطبق عليه نفس الكلام، والعلوي ينطبق عليه نفس الكلام، وكله ينطبق عليه نفس الكلام. إذا أنت ما جبت الدين لبرا وأدخلته في السياسة فإحنا راح نكون بمصيبة كبيرة جدا. فلذلك يطلق عليه هذا كلياته اسم الإعدام الفكري. والإعدام الفكري ينطبق على الأديان والطوائف والمذاهب والعصبية القبلية، وأيضا حتى اللهجات، لأنه الكردي الصوراني ما بعيد كتير عن الكردي الكرمانجي، بس يستمع عليه مرتين ثلاثة بوسائل الإعلام وكذا وهاي بيفهم. ممكن نحن نوصل للغة عامة للكل، لكن الاستعمار كان صعب علينا، ما كنا قادرين أن نجمع كل مثقفين وعلمائنا لحتى ننتج لغة يعني نسميها مثلا الكردية الفصحى أو الكردية الشاملة، لحتى تضمن
أنه كل الشعب الكردي يدرس بها وكله يفهم على بعضه، وهذا سببه إيش؟ التقسيم اللي حصل على الجغرافيا الكردية والتباعد الثقافي اللي حصل ما بين الشعب الكردي، فرسخ التباعد الفكري والتباعد اللغوي. وهي أمر بسيط جدا وسهل، ما في فرق بيني وبين الصوراني، وما في فرق بيني وبين الزازاكي، وما في فرق بيني بين الكرمنجي أبدا. كل واحد على فكرة وسهل وبسيط جدا، وكله قابل أنه يتعلم بكل سهولة. لكن لا نمتلك مؤسسات ثقافية، لا نمتلك وسائل إعلام متقدمة، ولا نمتلك مراكز تعليمية. وهذا التباعد اللي حصل هذا هو سببه. نحن ما في فرق بيناتنا، نحن الكرد هم عرق، قومية. الكرد ليسوا تجمع لغوي كالعرب. كثير من المفكرين العرب الآن يخرجون ويقولوا لك أهل مصر هم أقباط ونوبة، أهل لبنان هم فينيقيين، أهل سوريا هم فينيقيين ورومان، هذول كلهم مستعربين ليسوا عرب، تكلموا اللغة العربية. نحن الكرد رابطنا هو دم وليس رابط لغوي، بدليل نحن الصوراني اثنيناتنا نقول نحن كرد، لكن لهجتنا نوعا ما مختلفة عن بعضهم نوعا ما، والتباعد الجغرافي أدى إلى حصول شرخ لغوي ما بين الاثنين. ومع ذلك نحن الاثنين كرد. ليش؟ لأنه رابطنا دم، عرق. هنا الفرق الكبير جدا ما بيننا وما بين الشعوب الموجودة في المنطقة. بني إسرائيل الموجود هو يدعي بأنهم أيضا عرق، هم عرق إسرائيل. أما البقية الشعوب الموجودة في المنطقة هي روابطها لغوية. حتى الأتراك كاذبين، يقولوا لك نحن من قبائل الفلاني وقبائل الفلاني، هم رابطهم فقط أنهم يتحدثون اللغة التركية المستحدثة اللي هي قامت على أنقاض اللغات القديمة الموجودة في المنطقة كلها، فأخذوا مصطلحات من جميع اللغات الموجودة وشكلوا على أساسها لغة، ويدعون بأنها لغتهم القومية. لا توجد قومية تركية، حقيقة لا توجد قومية تركية، هي قومية كاذبة مصطنعة. كل الشعوب اللي موجودة في تركيا ليست بينها صلة دم، لأنه إيش؟ أرمن ورومان بلغار بوشناك لاز، شعوب كلياتها تعلمت هاي اللغة المصطنعة التركية، فظنت أنها شعب متجانس وشعب ذو دم واحد، وحقيقة هم شعوب مضروبة بالخلاط. الشعب الوحيد اللي موجود، الشعبين الوحيدين الموجودين على الأرض هم شعوب قديمة وأصحاب أعراق، هم الشعب الكردي، ويدعي الشعب الإسرائيلي طبعا أيضا أنه عنده هاي الميزة. لا يوجد شيء اسمه الفرس. وين الفرس؟ وين الشعب الفارسي؟ مين هو الشعب الفارسي؟ ضحكة تاريخية ضحكوا علينا كلياتهم. فارس هي جغرافيا وليست عرق وليست شعب. هؤلاء الإيرانيين هم من قبائل الأخمينية اللي مصر لها زمن طويل اجت على المنطقة. واليوم الصبح كنت في جدال مع أحد أصحاب الرؤوس المربعة من كوباني، وكان يقول إن الكرد إيرانيين. هذا الغباء الفادح. الكرد أقدم من الإيرانيين بآلاف السنين، والإيرانيين ليسوا عرق. الإيرانيين هي عبارة عن 4 قبائل أخمينية جاءت إلى المنطقة، وهم أقل الأقليات الموجودة الآن وهي في إيران، لكن للأسف الشديد هي في الحكم. لكن فارس هي جغرافيا وليست قوم، وأطلق عليهم اسم بيرزيان للجغرافيا باليونانية القديمة، وأطلقوا عليهم العرب الفرس لسببين: لأن هؤلاء الشعوب كانوا يمتطون الفرس، جغرافيتهم كانت
يمتطون الفرس، والعرب لم يكن لديهم إلا الإبل، دخلت الفرس مؤخرا عند العرب. فقصة والله الفرس العربي الأصيل هي أيضا كذبة تاريخية. العرب لم يعرفوا الفرس سابقا إلا يعني نادرا، مو هذاك، لأنه الفرس لم يكن يستحمل الصحراء. فكانوا شعوب تلك المنطقة تأكل لحم الفرس وأيضا تمتطي الفرس، فلذلك يسموها بلاد فارس العرب. وهذه الكذبات التاريخية. طيب، مو بلاد فارس كانت العراق، وكانت تركيا الأناضول، وكانت أيضا جزء من سوريا أيضا ضمن بلاد فارس إلى النهر، صح ولا لا؟ أين الشعب الإيراني في تلك المناطق؟ وين بقايا الشعب الإيراني في تلك المناطق؟ ما في نهائيا. الفرس اللي يسموهم سرقوا التسمية، هؤلاء الأخمينيين اللي موجودين في إيران هم أقلية بسيطة جدا، هم موجودين أغلبيتهم وين؟ وين؟ بجنوب إيران. ما في حتى بقايا شعوب بالنسبة لهم. هلا بيقولوا سريان في بقايا شعوب، أرمن في بقايا شعوب، الكرد شعوب كثيرة موجودة في تركيا، في سوريا، في العراق، في كله. طيب وين بقايا الشعوب بالنسبة للإيراني؟ تم تزوير التاريخ، ودائما من ينتصر هو يكتب التاريخ للأسف الشديد. فانتصر العرب، وانتصر الأتراك، وانتصر الأخمينيين، فكتبوا التاريخ. وعندما تنتصر ستعيد كتابة التاريخ أنت. عندما تنتصر وبكرة يصير عندك دولة، ستكتب التاريخ مرة تانية وتنبش تلك الآثار، وهدول النسطوريين واللي سرقوا الآثار الكردية كلها والحضارات القديمة ونسبوها لهم، الثور المجنح وملحمة قلقامش والحضارة السومرية والحضارة البابلية وكل هذا الكلام راح تستعيده. المنتصر يستعيد حتى حضارته. طالما أنت مهزوم ولا تمتلك وطن، لن يكون لك أيضا حضارة وتاريخ، وهذا أمر مهم للغاية لازم تدركه. فاللي يحارب الآن من أجل أن يثبت تاريخه، أول شيء عليك أن تحرر وطنك، من ثم تحرر تاريخك. طبعا إلى هنا أعتقد أنه كافي حلقة اليوم. ما بعرف فرحان موجود طلب جيست، راح أخذ جيستين فقط لأنه ما باخذ جيستات أنا بالعادة، وبدي أنهي الحلقة. كلامك فرحان الجيست خست فرحان رازايا هاز أزوي حظر بكم حقي منينا. لا برخدان الفر برخدان الفر رقم يك دينا. مش خدي صواز ببين من الجيستك يا فرحان، قصد الجيستك يبينا. إن شاء الله وجرى صايدة كيف برخدان.
قصدي لايفي بوفاك مقازن ولو شريكي متكن والله هنا مسؤولتي فقا مشرفي الجمتكاني مقازن ولو شريكي متكن فقيروش مغربي فقيروش مغربي أخوستيا ونهاوي درت خنون زانو قد خوفت شوا بختي خواوية والقازن ولو يتكن يا اساسا اسكسي جستادر ناخم مقوت بوشي بس ويداني جست مقو حالة استثنائية زي ويدرخم وجوك جماعتي أبو تشيات كان يبيرك إن عدنا أنا كسي بتشكي وأنا ما نا انا كسين هابونا برايمة ومشروعي ما يكنها خذي تشتكنا هذا يبيرك يدنا وأنا بيرك خرابش يبش هرشور بص الحين بري خذ يبر أنا وأغلبية واجي غربيين يعني قيادة برايمنا وإيما دليما منظنا ومواقبولتكن أو شنط قيادية جمعاناكي هنا أو جوية حرن وخلاص تفهم كرمن بس قاعدة ويا شعبي شعبي منا وبرايمنا ومرة سكنين وحموجي بيجن جنرال تمثيل عمدكي ونهابو وقت براتي وأم ما أنا حمو بحث براي هفدونا ما فرقا مصطفى ما أنا مدونا بحث قيادة ما أنا بحث قائدي مثل مري. بحث شخصياتكم بحزار وكي في شهر صار الياري بالبيرك يدنا وأنا بري ملط فروت بول بري قاعدة فروت بلا بيرك بلا وانا كيف ابي وش في ملطيها انا واف ملطيها انا كيف بقي ما فيخو بلا بيرك بدنا وانا يعني متشكل مجبور. هناك مولو الفرحان وكر لا والله وقيست خصتمو مي درخست دركت راسها هي هرقيس صبيس يرقيت خوي يصير كي تغويت خودرتش ترسم شيري وقعني بقنير بيت شكر بمغشوش بي أو شير بخو مغشوشة او نكو جري عصيلة دخي كرمك تحياتي هذين شعبية أمرشتكم سلافوريز برفدان وحمو كسي قداري تاتكيما وستايد دلال وعزيز وخوشة فيس وبيشكف سلافوريز ترى قربان شعبية تابم والله مخواست أو قلتنا الدسبيكي تذكرن دهوجي متخص أز بركبم أجول تنبو رجو من ناتو التادك رجو من ناتو وقت بيشي نها دو إيرو تا تشتن يعني تشتت تيني سر زمان براسي ونريوم أو قوما مسا تنكاري سالك دو ده تم تركب وصا بساعتو بأخفي فأنريوم أو جو قده مرن قبيس مرن قسو أو كاسي قدو دو شخصيات تبيني أو كاسنار كارن وقت بير بردسته فير ببن وكربن دستاكي بدن غيري خو وقلتي باش به وتجي تفريغ به كدراسات أكاديمية أو كسي كواربن جبول دما بيش ده قرافك راكن سر مليخو وكربن بينغوفو وأوليكار وخزمت بن جبو قليخو جبو ولاتخو يعني النخبة الناخبة أفقو تدكي من الشريحة المثقفة الواعية التي تدرك حقائق الأمور وتبحث عن مسببات التي تؤدي إلى أسباب حدوث هذا الحدث. يعني جنب كورانيا وعمق فلسفات تا قفيمناك أو نا إنسانك مثقفة ويكسيك فلسفاتها فين بكي وبقيني ثقافاتها ويورب شاگرد بي وتلميذ بالجامعة جبو كاربه دستكي بدي غيري تاك ونريوم آفا وشعبيتا ماشتكم ولأني قربان شعبيتا بري صلاح ما مستقبلا من لاتي قصري معفو بكي سالك دو سيسي شرط وصاد دركات وباشي في ملط ببي تسجيلات او مقالات كواز دن فيسم يعني دي او نا مقالات اساسا دراسات او بدفي ببنونا دفي اريك هريها بيج ملط بخوجي وقر بخوازن كيفاواتي كذا وناكي قركا او جبر خو بدنا بيش تمام از بترم فدنوفا ملتي دوشي کسی که خود بینه مرا کره اونریکی بکه کسی که خود بینه و تو کاره سر خاص وان ده پراتیکه دا تجربه بکه و فکر و رامان وان و میجه وان حتی کدره دشته تفهم بکه و تو کاره به وان کسینا قب دستک بن وقت مثلا ام ببین ایرو یک دبی پروفسور ای پروفسور ته سالا یکی و دیدیه و سیسیه و چاره وقت به ابتدایی درسان آده
تبخش شخصيات أكاديمية دبي صدي حيشتين نود وشانته جبو أو كسي جبو دما بيشتا يعني تأهيل أف شخصيته قاربة بنجها أفكرنا كردستاني بيشتا بده وبريفا بده قلت يعني إن أس أدي حازرم كي جبال طروس أس حازرم هون خو بدنا عفدو خو بنظمينن وأي تشتجمر وري خوستن طبعا نريني خوش برخوش يزيدم وتشتك جموري خوستن بمثلا دراسة سرفيت اشتهانا أم بكن وكذا هنا أس حازرم إنه هون أساسا بعلم إنه هون شلو تشيكن في اشتهانا بس حسيتك ملطي مني كرد أو بخوا ببي وكا من يعني أو لحالي خوا تحليلي خوا ديني وتشتي منطقي سري وهنا وأم أريكاري طبعا مش عولاوينا والحالي خوا هوني بنا هوني الحالي خوا مع الوقت بيش كفن يعني هنا ما محتاجي مننش يا مهم دفردا أفا نهون اعتمادا وصر شخصا كي تنبي كو أو شخصي هانا كي كات أن خوش كات أن كات حبسيدا أن هاتا كشتن معناته خلاص سكن يونا أو غلطيك قلق مزنا قلت سروقرا لهم تشيبو بيستو حفظ صالة أمانة ولو بري وأفتشتكي قالك تأثير المكر قالك وزرار وزرار قالك زرار بو أم بيستو حفظ صالة باشكتن ونريهم أوج ومامسا يعني دحرم مجاركي دا كاسن هابن على كل نفا يعني ويسروك دركة في جينيزيك إن شاء الله وقالك تشتني نورنا قهرتن بريبرياوينا أو تشبيجي طبعا أمسر شو باوينا يا أساسي ولغوري نريني ويناكي أمي دستي مدر كفي بيشكتن أمي خو بيش خنجي بهتر ومن ريني السياسي زيدتر يولوجي لسري كارجيكن بس أساسي ما فكري سروك عبد الله وجلانا دفي وري كامل عندن فكريك وهذا ساكني بريابيستو حفظ صالة ومشروعك وي دس بيكر بوكو وهرتنا كقلك مظن دفيري بريا هذا بكي وهاتا عطلاندن بو وقتي ويناك انها جارك تركي ودس بيكي تمام هبال قربان شعبي تبم أنا يعني هبال مثلا شو ذكر حتى ريبرتيه دورات هبو أكاديمي بردستيوي فنحر كاس أمادتشو فهاي قرا فكروا تشتهد هندر الشخصيات هذا 8 مليار إنسان للكرة الأرضية هنا أزبهوار ناكم حزار إنسان هي 8 مليار حزار إنسان قاربة بشكل كي آني مستقبل ببينه وقراراته بسينه ونرينه بده فحتى جوجل ده بلا ملات ساكي جبر إن دليل قلتني من راسن بلا تكها بجوجل أف كاسات عبقري تشخص 8 مليار تشخص إنسان هنا ده جوجل ده هاتيني في ساندل فجبروي أدبيجم قده إنسان قبست إنسان باش ودرس بمرحلات جينن برياته فأفسر كفتنك هركز قرا درجة خوي فين بكي أس حاضر مدا أي وقت دا وون تشيش متخوازن وتشيش متأخوستن جدي سجيس خزمتا ملطي خدما بيك ومهو مصاف دو قلكي مثلا مظن بكي وونا تشتي كاري جمهوري خوستن خزمتا في ملطي هذا أس حاضرم رح يخوجي بدم وجمهوري خوستن صبا جزو أزور ما كشتن جاز حاضر لا خذيتها محفظك أبا تشتكي برقنجة أبا أحمد علي واد تشتكي أبا أحمد علي واد تشتكي برقنجة براستيجي قالك 4 5 خورت كي ماني 5 خورت 6 خورت ما تبلي ببن أونلاين وكو مثلا أونلاين ودنجي أبا صلاح بالاي في تشيك نقاش ببن تلاي في مهبن أم نقاش بكنج برقو لاي في ويدر رسائل تدان بري سيروجا أو لاي بابكر سي رسائل دان در رسائل وينا بجهات نجي يعني وقت يقول رسائل شان وقت نتنياهو شو جم أمريكا قوي هارب ويقولوا بيجي بقريا ولوبو يعني رسائل تدان أم نقاش سروا رسائلها بكر وهبالي أحمد علي تير ويكاري رابط 4 5 خورتي أبي جهاتي نيزيك ببن وكاربه هوالي صلاح خوشوار بالا بك روجي ساعتك 9 ساعتا نقاشك بهبر بيكرن وسلا يفاجي أو تشتي هاتن سجلان نقاش
السر والتسجيل أي ببه شا أهداف شيء هنج بلقوا وقت أبالي صلاح دل كبه الناس نقوش ما التانية الشغلة رسائل شينيش دولة تاريخ رسائل شينيش أبالي مرجي رسائل شيني دولة خوشي أم ورسائل نقاش بكن أم قريك من بري شنداكي تديقو قو سدا تشريني قو إدارة كدستي إدارة سدي خصن دستي سوريا ديمقراط ولو به إيرو أو قرار دركت كدستي يعني حر تشتينا رسائل وتحليل وين وانا تقيس تحليل بكر او قيس بيش كبر راستيجا وانا بر لازم حوالي احمد علي ازبي بك تكاربه حق شي دركبه شابيج خورطا ابي حج خندنيت كن اي حج خردت تاخذ كن ازبي جمع كاركي برباش إذن موسى صلاح ددن أتخوزم كان قلتنا بكم كرما وبي بس تيلهم بر من ساكن ما موسى صلاح كرامات وبي أز قلتني خو بكم أذكارن بجم انهض أيها المثقف الأستاذ صلاح هو صدى الصوت الآت من جزيرة النفس النائية إن قراءته بحروف بيضاء وسطور فسفورية في منارة العقل ينيرها كالمصباح والمصباح في زجاجة والنور يسطع برقا كأنه كوكب دري يتألق كغيهاب اللاوعي إنها القدرة وله القدرة بعدسة مذهلة السرعة فائقة الدقة والوضوح في آن واحد. ما موسى صلاح ذلك الإنسان ذو الفنون والسجون أيضا، وتقاس صلابته وأفكاره المعتمدة والمبنية على تماسك المليكات الداخلية للذات الإنسانية والمتماسكة والمتمايزة على بعضها البعض بمدى توفر هذه التميزات التي يملكها موسى صلاح في ذاته الداخلية، فهي بحد ذاتها حب بلا حدود، ويكمن هذا الحب في التجرد، وهو الذي غير ولوحده مجرى تاريخ البشرية وما زال في طور النشأة. فبراي عزيز أذكرن يعني الشخصية الخلاقة المبدعة المبتكرة، فدم ما دم ابتكارية دم خلق دارية وأف تشجي أم بحاجتنا كسني خلق دار كسني قاربن بين قافا جبو بين سالة دي جبو 10 سالة دي نرينا بدن اف كسي قد هندري خود توازنك نقبا فكر رامان خو ورمانا فكر سروكاتيه بارتي وهندري دلي خو زمان خو براتيكا خو وقبه بينقاف خو قاربه بيك هبرا بيك سوريرا وك او دكاسي خورت وكاشك قلسر جليد دراقسن بشكل كي متناغم متناسق. اي شخص جوانا جزء من الثانية قد كيماسيا كبه وخلل شيء ببه وياك جوان العرضي كبه ونقطة وان ضعيف ببه. فجبر باويجي مام الصلاح از كإنسان كي كردي عفريني ادهندر شخصيات تدد بينم تكاري فابنغافي بافي تكاري دستك مزن بده كسي مي كردي ولد باريس كسي كاري بخدان لقي لجي الشخصيات اخو الملبات اخو لولات اخو ملت اخو بكي تكاري اوليكاري وان بكي وتكاري وقت بهزو قوات جي بده وان وقساروك جي دركات ذاتان هزات توري مازن ووقت بي ومديات توري مازن جبو قلي كرد جبو قلي رجلات نافين وكرونيايكي وقت بي وشوقاوي وبدي اف قوتني منه وهاجرجي اي كيماسي دو قوتني مدهنه يانج اي خلافان دكارن بيجن ما موسى صلاح تجي هبال ما تيجي وحضروا 6 انسان قداري متك قال لك سباس بس والله العظيم إذا مستحقا في اشتغليها هناك يا حموكي يعني
خلاص اسكاري خوش دس تسعة زانه ابالي صلاح دقاقي بس بعد اذا تبع ابالي صلاح بس باذن تبع ابالي صلاح منه هبالي صلاح كاري خوتك تناتا نكابي من ايرو تقابادن ايرو درو تلسر سر عدم فكر تشتغل وقت عدم فكر تشتغل دبي مأملتي مقشتي ام زانبن بيتش مسألة ويتشاوا تشي ببي اباش كيتي خوستن شتتي خوستن سبي سروقاتي دركبي سروقاتي خوستن يعني جبا كسي مني زانتي خوستن جبو امهنكي زانه بمراسي يعني او وقت عدم فكر تشيك ويفكرك يدمبي او فكر شي دبي ام هيكي وكشر تبيجي ام شير حاضر بن ام تكارن بكن جبر بينا تشاربيش خورتي ما حمد علي از بينا شتات خوازل برغوت الاوروبا وكسر مجانه او هبالك شير دبيجن سوزدار اوجي انسانكي باقجي اوجي انسانكي زاني بتر جاري درت كبز بقيت وينازك احمد علي او تشاربيش حبي ديجي والنقاش كيولو بكن دما بيش تشتل بيشامه تشببه اولي صلاح سربينات تشقسي درسا بدا از بيجم قال لك باش يعني كوادري ما تشبن كوادري مني بيكاري تشببن از بيجم تشتكي برقجه ودستي وساو كرمك ونفتاق دي ترجي هفالي متين قصورة تابي أفكا سيوان قواربن أوليكارم الممسا صلاح را حتى مشرفين دنجي إنسانا را إنسانا ناسكن يعني دواري علم النفس ده علم الاجتماع ده الطاقة ده علم الإيحاء ده وقت بي البرمجة اللغوية العصبية حركات علم التشخيص يعني دبي اطلاعوي لسربات شناقيها به وميتافيزيقيا ودراسات علم الأديان والألوان دا زانبه قوكاربه بدستك بما مستصلح را فأز بينم كأونريو من قرى فكرو راماني موتشتئ من أدما مستصلح داد بينم فأفكسي قبا خصوصياتنا قاري دندري خدا قد بينه ولسرخو الشغلية حتى مجالي يوغا دا يعني الإنسان أنا بنري لبشبه الإنسان بنري شوي ما هفدو ديت كي محمد علي ما هفدو ديت وما قالك بحصا قالك تشتاكر بس من ادخل تسر وساني بكشف بك يعني فاتشتيولو نا من أين يسار من أقولي متوديتي بس أدم أف شخصية من بتشتكي ومبحث كي ونا محمو شخصينا يعني يقولوا انه مسألة يوغا وعلم الطاقة وتشتيولو جي بيلا فناكي تشناولو نا شخصينا بالي لا شخصية ابالي صلاح نا شخصينا او هوالا سوزدار البرب هوالا سوزدار البرب كارب دركب باشا هوالا سوزدار البرب رقم يقدينه نلفرا هوالا سوزدار الخوي نلفرا زانا عبسيني زوزانا عبسيني نلفرا على كل يعني وقع مشوره قوتي تشش موري خستن خزمتا في ولاطي هذا أس حاضر تشد درس بيت كيجا علمي دا جيبي بس بهتركو سر سياستي بي ومستقبلي سياستي وانا ويهدها باشتر بيجي يعني وخصوص بطيبت سر كردستان انا مش ترقوت الشربي شوي أنا سربات شتيت أز بيجم أز كانم آلي كاربم شخصا هبن سر تشتي مآنية سر زمان بالنسبة تنمية ملايكات الداخلية شخصية إنسان وتشتي وصا أز كارمشي آلي كاربم دفاما هذا ام به بيج هبالا مهات ام به بي دويل جيجبين كرم كهبالا كابش لوريني هفالي شيء سر شباب يلاك سباساوي ونشان باشن شان ولي صلاح والمتين سر جواب ولي محمد علي ولي برخدان سر شباب هفالي دلال يلاك سباساوي جبون رينا هفال جبل طوروس أنا ونبيع هفال محمد علي يعني أجي تابع دبم راستيجي يعني جبو عم بيجن شخصيتك وك شخصيتي هفال نوبارت خازم بيجم راستيجي شخصيتك وك شخصيتي هفال نوبار
يعني كو ام بيجن كيم جيتين ديتن حقا يعني براستيجي إنسانكي نوعيتكي وك شخصيتي هذا النبار قال لك كامل يعني بلكي إنساني نورمال سياسي هابن شخورة الشيروفات كن أما دا آلي التحليل دا يجي مثلا عم بيجن ديتني خوي بيشروجي يه مستقبل و نرینه خواه مثلا ام بیجن هم یه پاشروجه و هم جی پیشرو في جیوا گریداین تحلیل اوه يعني انسان بوی رنگی گلکی کامن جبر ویجی اجی تابید مراستی من خواست جزودا جزوه نرینه بیجم ابخواجي يعني هكا بخواجي هفال صلاح هفال نوبارجي هكا مناسب ببينا وهفالين تريج مناسب ببينا اسكارم فيرا داين مستانري بكم قودار بكم يجي تش برنامجي تشي بكي اسكارم فيرا او بكم يعني مشاركة بكم وطبي حركز قاسي طاقت خود که قاسي نرن خوا لقاسي زانبون قاسي پنجره خوی به چه شکلی مروف پنجره خواه لجیان دن ری لتاریخ دن ری ام بیجن لمجار دن ری مجاری سیاسی دبن عسکری دبن اویا گلکی مهمه براستی جی گریدانا روشن سیاسی یه لشکری یه آبوری ام بیجن هر آن پیشکتنه چه دبن روشن جواکی به هفدوا گریداین و جه نرینک در خستن و وک واقع جی پیک وره مروف يعني دوی رنگی دا طريقة وي ريو ريبازي وي مروف جهوال صلاح كاري فير ببي نا قالك تش از كارم إثبات بكم اف 10 سال هنا از قدر اول نوبار دكم براستي يعني برد تشتيويد بيرام دانا قوتني وي از سادي ساد نبج سادي نودو نها بوي رنگية سادي نودو نها الشاهد ديتني وي ما يعني از قدر دكم بلكي برزي دا مشاركي متنج برقو اول شیرووا زیاتر دکی ام حاسس ناکن گلک جارا گیس شی تنانا ام گودار دکن لی اتباعام گلکی لسر هیا و از جویرا يعني کارم او بکم يعني وقت خوشی حتی از کارم والا بکم و بس اجي كانبم بتشكي يعني بجيجم ديتنين هوال صالح والتحليل وريو ريبازك وتشاو التحليل تشيتك از براستيجي از جالكي سباس كم وتا جالكي ريزي مشترى هيا هفان نوبار وجبوك هذا تا وجبو دي تنين تا از جالكي ريزا من هيا قالك سباس هفالا هجا زبيفي متو كي محمد علي وناكو ورج مخستنكو خورتن هبنكو از ولو درسنا خاص جيبي انكارن في تشتي هنا كيبكن بس بيكو اولو قالك يقولوا وقت بيقرب على غدورة ما حبيونا تشجموري خستن از حاضرم وقتاون دبينن والله مجموعة خورتاك وبخوازن منطقة سياسي كو دنگ بكن وفير ببن وونا امكارن بدهر وقت يجي از حاضر مش في تشتيهارا نقطاك دفردا قالكي انا مليها يا مام صلاح تزونتش خاص معزاتو تلجمن هاي واس بشي حزار انساني بيجم بشتي 12 سال كسي انا فتلوندم كتابة خنجي شخصياتاتا كسكي نا انسانكي ايه هشي از بقرن شخصياتا خو وبفتلم خواندنيه ولسر تشتي بري از مخواندي از بساكنم بزي برم مراجعتم شخصياتاتاي بشي حزار انساني از باقو تنيتكن فنبس مجارة سياسي دهندر مجارة سياسي دا دهندر براتيكي دا قالك تش دي شخصياتا يعني مديتية دواري دبلوماسيات دا يعني مسألة دبلوماسي قالك أنملية حتى بركة سنة سياسي دي بيجينا من شخصيات سياسية أم سياسات التمثيل دكن أما قلتي وارد دبلوماسي تسادك قالك ضعيفة دي كبه كيماسيا ونتيجة أن ناسكرنا الشخصيات أخو برنگی کی باش و درست و ناسکرنا الشخصيات الهمبري خو حتى د نفساندنا بروتوكولا دا دميج از باش خو ناس بكم والشخصية الهمبر خو والنقطة دي ضعيف ناس بكم از زار من تشاوا وان نقطة ضعيف تخدمتي بروتوكول خو دوا مذاكرنا دا از تشاوا سركفتني بينم ميداني حكي محمد علي ذاتا مجاري مني ورن ويسر افاكرنا كستيا انساني كرد بي
بفترة واردة نها ما بحثا تشتكر ما بحثا تنبونا فكر ذكر تنبونا فكري إنساني كردي بصدي صلاة ودهي صلاة في درجة مدى سبيكرياز بحثا ويناتكم بس نيزيك أزي ورما مثلا تشلو تي كساتيا إنساني كرد لازم أفاب بيد هندرويدا والفر قوتاوينا وي وقت ديار دبي يعني تشلوت إنساني كرد قوينكي قوين بونا عضلات وانا كينا قوين بونا فكرة ودفرد قالك مهمة جبركو إنساني ما يكرد خلال صالح شوي دواونا ثقتاوي بن الشخصية وي كإنسانك كرد هذا شكاندن وفنا شغل الدش من بو وشرب تايبات بو قالكي وبصدي صلاك وسر إنساني كرد أف بهود يا هاري جرينجن هاكو أم شلو كاربن إنساني خجارك التركي آفابك بله وتبلكي بلا خدا قالك جار مدقو إعادة التأهيل والبناء بركسيج مفهم نذكر شري مذكر يعني تي تأهيلات شبك تأهيلات إنسان جبر سروكت يعني إيرو غرافا جماتي خواستن أز غورا نرينا من وغورا فهم كرنا ما جي بوليتيكا جسروك ريبر سروك دمشيني قالك تش جماتي خواستن غرافين قالكي ما ظننا فغورا وغورافي حتى بخير وسلمات سروكتي دار كافي فقال لي ما اف شخصيتي قاربه اولي كاربه في دكاربه آمده به قاربه دستك بده ريبرتيه اولي كاربه كي فيها محمد علي ما تشترى قوت جارك يا وقتها تقدرت كتي وتشتغلي وهنا ملط ولو بتشكي وعاجزي جمي تشهد بونا مشترى قوت كي محمد علي برسجريك النت تدايا وقتها هاتي اجي دفيرن جهه عولاز هاتم قالك زحمت بو وقوتني من وانا خلقي قبول نذكرن وفكري مدقوت جي زحمت بود وقتي ما هاتي فتا عاجز نبعد في ارادتك قالك قوين بي حتى كو ملط هيدي فكرتها فهم بكي ومدى معلوماتها وثقافتها تزانبي حتى بكي جا أسطية جبرولو مقوتة في بهنا طفرابي مع انه عمريتا يعني 8 دريج بي ما ظن اجي وبس نكتي تجاربي مثلا انه تبيشا مثلا 1000 انسان او 1000 انسان دنج بكي فتب كتب اسلوبكي قالكي اكاديمي شخلكي راه زحمت بو براستي ازبيجم فملل بوارد تشيد بو فهم نذكر كنت شتيت بيجي نها بهتر تقبل هيدي تشيد بي وانا بله تهديد شخصي راست وقتامت الشخصي ديت وازهات مضطر ونشت مش بركو قوتني تميزين اشترى بيجم بلكي انسان كيمن ايكم وانا كي ديتي كو سيرفي وشانينا قال كيمن بس يك الشخص يكون ديتي وزشوم بزوجي ازوي ببين متبوي شما جبركو تشتكو تاغوتو تشتكو هاتا شيرو فكرن جم آلية وانا شخلكي را قالكي جرامبو بس جمرا جرينجبو شخلكي را جرامبو بس جمرا جرينجبو جبرولو فورا ازهاتم استببينم واز اشتبه ترفيم بكم وانا وقتها متديتو هنا من تاريخها تو تشتي هنا ما بحث كريه هنا مثلا هم قلت قالك شخصي هنا دفي حتى الفيدر يجي نابي مثلا كولاز بيجم ولا ازيتا ناقدكم ازيتا رخناكم لا نرخنايا بس انه طريقاك وتعولا ويناك كتي منصيدة وهناك بتشككي متناس كربانة من تشتبوي نجيب كافيتي ده برنجا كي دي باشتر جبوكو تبكى في عقلي من لضع زو طرياكو تختيار كر وكر يام بو اوجر اولي زحمات بو جبرولو قالكي دجي مدركتن قالكي مرخنا كرن قالكي قبول نتكرن قالكي حنكي خمت كرن شكي طبيعية في إرادة قالكي قوين بي وقتها ما هو خدي صاحب فكر بي وقت بيجي هي أزنا جحيمة إيه مسخو اعتبارناكم أبدا أزنا جحيمة جبركو أزانكو كاركي قالكي مصدر هي بيشا من هيا أسكارم بيجم بلكي من درنجي هردو درنجي عول مكاريبو أز بسركافة بس هي بيشا ما قالك هيا بلا ما موسى صلاح مدى حذر صفحاني في ساندبو حذر البحث في الحقيقة وطبيعة الإنسان وماهية الإنسان وبحث في الأديان السماوية وقال لك أنا درسات الجامعة قامش لودا ددن وهفال المصحفي هبون زانين مشين في ساندبو تشوبين قاب آبيت تبون ليه مقود مكس نديد قباش فكري مفهم بكي مشتركو
جبر بيجي از راوستم دجيه خدا وقتك متوديت از هاتم ويشان ابن شارمانه از كتم التيك توكي فمقول اف شخصا او يعني الكساد قريو فوقتي متوديت تمام وك تشاوا تشتك تمنضا كربي توي ببيني يعني او كيف خوشيامن هيش د مرحلة اللاوعي ده تمام ويتشتن مرة دار دكاتر ومبتلى دقوتر فاز ادراك دكم مرحلة متديتي اجانم تشب مرة تشيبو فجبر واويجي تدي از قالكي مدقوتاتا قرقت برده يكجي ازبم از حربية ترابك جبرت اميديك تكاري قالكي الي كاريا كسان بك وتكاري مسألة في كتب رانكي محمد في علي، مسألة اكاديمي مسألة كاسيت اكاديمي درخي ميداني أزانم بس مسألة أزي برد معنا برد متقوزي كهار قهرم يعني جديلك واز وشانا در كيف مسر تيك توكي وانا أزي درس نادم لجهنا مثلا بينج الشيست خورطبي وري سجلاندن ودوفرا وري بلاكرن وندع يكو مثلا مالله تحموك قهدار بكيس شد بيجم وحرج نخبة الناخبة ونال النخبة الناخبة براستي جاز قرب قالك اختيار بونا جنوخ بالناخبة أو إيه بهتر أسكارم في جز زيدة ترأس بدم الويدري جبركو الويدري ويتق عقل تقبل كي نهاكو تحموتش دي بيجي عقل تقبل ناكت مجبوري تا بالرتمة كي فكري بمشيكو حموري قبول كرن حمو عقلي تكفي مثلا تيك توك ده شفان تكفي تيك توك ده وقافان تكفي تيك توك ده ومهندس تكفي تيدا وتختور تكفي تيدا و بعقل تكفيتي دا ودين جيت كفيتي دا وايه سكير جيت كفيتي دا وايه حشيشه دفاخد كفيتي دا وحموتين الجامتا دي جفن دفيت كاربي الرتمة كيدنا قبينا فا عقولة حموك هذا تشيكي بحيث توري قبول كرن مش حموة وأفتشتكي نولو حسانية تشتكي قالكي زحمة بون شرط في بس وقتها نخبين هاجمتا شيبي بي ونخبا فهم كربي بهتر ومعلومات تدبينك وتددي بو زعيف شوي نخباها رج بركو اف نخباها انا كي بالاساس بيش كت قالكي وبلنت كت لازمة اسلوبي خو بوغهري اسلوبي خو بوغهري صرفي منصة انا كي نابي جبركو ويهر دائما كيمي نخبي ويورن كفنا وشاني دا او عاجزيت شي بشوينا فدفي معضلة هنا كده دفي از الريا كيتقرمكو از توازني بخمد نقبنا النخبة ده و اي كيمي نخبة وفنا برسكريكا قالك مهمك وام چارسركي چارسر بكن فينا ادبيش مزقهام چارسر بونا ويناكي ونيزيك ان شاء الله ان شاء الله جيريز وحرمتي سباش ترى هفالي متين فرحانش كي جانا الريزينا سباس هفالا سوزا رقما خو بدمتا يا ترى رقما خو بدمن وهفالي رقما هفال متين مرة يعمل بابرا باخفن سر هردو چاوو سپاسيا وحمو كابتن تمام أما أول شيء ام سرخه بسكن دها باشه ام تشقي سرخه بسكن او قيسي باشه كرم سباس برخوتن لا تخص تجبو من قلت أولي جبل طورس بله تمام باش أنا زيت كتير بزيدك ميزي إنسان دائما تديت مع مستصلح زاني نرينام وقال لك زانن يعني نرينام في شخصية تشتاق وتقدم هنا بري من قوتيا ونو جاركي وندو عجي قوتيا ودائما في مساتا دائما بتقول أزمة دنقيتا شقا بقي في ملاتي كورد خاص حتى يصير مسألة بتقول تشاوي بقي روجافا فيسبوك أو يوتيوب إيه بهتري وقوتي مع مستصلح لما بتشتغل بس مواقف نجي أنا مواقف انتين بقي قالك شو نزانه يعني ويخو خصنا مواقفنا دجي حتى زانه الكاو اتهام كرقول افتش نبو ام زانج بوش خو خصنا مواقف بشاري من بج بعد يرى قائد ام زانه نسر كوباني وسر قائد بتخص الملاطي عرب او مرحله قلتي زحمه او حردو حفتي او بيجنسي حفتي في انساني وطبعا جروب بيرجي خورتي جو بيرجي كمشرف بن او جوامير ديجي بن دوي فتريدا يعني حتى نافي صفحات هاد تحريدك كامل تشيدو افنس انجي درتكت وبواقع فهمكر وبالاساس فهمكر
زاني بو بري تركال كودية بتكس هيج في مسألتي ما كان مراقب شفا صفحات يديرها أفن ساني دي نغمة وانا تشتيق وسرار ده باي لايف اختي اخوات كتبون باي مهند نجار كتبون الفيديو مصداقية أفا صفحات يجي جنبه نما يعني مثلا جمع في أشخاص أبونا تجاري نها ما أملطي كردة أو شريكوس أو شركة تايبت دويك يكي داتا يعني أم دوردش كستبان أم تندبون دوين قايتا وحقيقة ما مستصلاح زاني وأم زانيش سر عرضي بتشق هيس درباسي رقا يبقون ما مستصلاح زاني بيتشتي يعني إنسان يعني دبشوي كاري خوشي بردا ما يزي دبشوي كاري خوشي بردا حتى الدفر كده قوتنا دجي حتى أمشي بخارج قو بيجن بيه قرتيا ما يزي شركي دجوار وين قاهت وسر ملطيمة وهي زامة قو بيجن سر مساتا وي شخصية هنا بري قوم بيجن وي راشتا ما مستصلاح راشتا مسؤولية وين مسؤولية يعني مسألتنا مسألة يعني أنفسان ما يزي يعني والله في شي تقدمين يعني مراحلنا دجي خو خصة مواقعنا دجي عالم دركت دوجي دجي دركت راشته وين مسؤولية جي وحتى صفحات شكر بصدق شخاص صفحات هاتنا قرتنا فيقو بنا في رقاي يعني مسألة من مسألة تانو تشتيت قدميني كتا مسألة عملي جي جوامر وقتك كتا مسألة عملي وملط بحاجتي بو أو صفحة خو ومشرف بير أو خورتي بير خصة وقت جيشكي بكار آني دفرد إنسان خوياتك يا فعلا بملطي خوريا بهذا خوريا أو فعلا هاتيا كأوجي شعارات سرما وقوتي رسالة كي وقوتي أو تخازي برجوان ديو للشخصي هبن وقا غير خير يخو أمزاني بيقهانا وكون دي برجوان ديو خي شخصي سر حسابي بي ملطي دمشينا ون نافي صفحات أو زاني بيكينا ساعات خوش مع مستصلاح أم تخازنك بردوان بكي هيوغوتي هيزاما او ملط جي بحاجة دنقيتنا قالك سباس ويخو سرقي ستيجي از براستيجي قامت عليا وقت اسباسيا وحمو قاعد كنت ديمج عفيا وحمو نحو جيبو فقا اشتغاليا بيجنا من فلان تشتتي خصتن اس حاضرن دائما شبيكو خزمتا ولا طيمكي وقتها مثلا سمعتي وي وقتي وقوتنا من قولوي سمعتها كذا وهنا مقوكو اسكار بمروج افا بباريزم واز انسانك تاني خلاص بك مش كشتني ودو مثلا وي رقايدة از مستعدم از بخوش بشوطم مشكلة نينا يا مهم ما باراست وسيمي ما قدهان وي وقتي وام سبتين سر عرضي ومروج وسعد جمارتين امنا رازان وام قهانا قونا غاخوا طبعا فضلي هري مزن او لشقري ما يسر عرضيبون او ادارة جيبو ياكو سر عرضي او ملطي مبو ايه في دكاربو وامجي الفيدري الاوروبا تشتيش دستيمات افش دستيمات باش بو ساعتا خورتا خوش حموكاي مرة وبيستو 4 ساعات سهرين جيشك شكرا براستي دوي وقتي ده نكاري متنية بلكي متضحية بنافي خو تنيكر ما خبرك ضرو دسيد خبر ولو درخستن بو اسفيدي بدما عرضي نغمش مرجي بلا غلط جدر كيفي تشما جبركم مصداقية قالك ما ظن استاندبو وقتا كون صلاح الدين در كيفي خبرك ولو بيجي إشاعة ويجهي خوغري وفعلا إشاعة جهي خوغرت وي وقتي ده ستيما شافي وحموكا سباسياوتكم وقرورنا خواري ازي وشاني قرم نعم فهم لك أزو ما فرحان مسكجا درجة نخبة نجبولو رازاي وخياي في النخبة درباس كريا بس هو زانب النافي هناك بيجن نخبة ودي بنجي نخب النخبة صباش فرحان ببرسا قرنافي مظبوط قوت معناته او الصبح بالله بتفكر عزيمة تعليق تذكر سرعة دماشي شباب من خش باش تبارك شباش سلافو رجبو حمو شاباش شباش بو حمو سرچا واقعك سپاس خوشكو براني بريزة ساعت ما داوية برنامج خو بس بدون كسنا إيشان دبي بس از مجبورة مزجلك عبيشينم دائما وفتشتكي طبيعية أفجز أكشكارية منها حتى استنا إيشينم تبخونا أحسي وإيش هناك هنا دبي جلكي بيشن حتى بخو بحسي وفقري وهناك هنا بتشكا بيشن جارك تركي بخو فقري از مجبور مو بيشينم وزي هر بردوام جوا إيشينم
بركوت واقعي خو نزان بيك تشد واقعي دي تناك في حقيقتها مستقبلي خدا سباسيا وحمو قادكم شباب ميني خوش حتى جارك تركيا موشاني فك شباش